وكان في عندنا كمان بيت ونلعب، كنا أنا وولاد خالي وولاد خالتي، وكان حلو كثير. بعدين رحت على المدرسة بالصف الأول، ما كملت الأول علشان الحرب بسوريا. الأول درست نصه وبعدين اجينا على الأردن، وظلينا شيء أسبوع حتى وصلنا الأردن. اسمه هيثم، وأكثر شيء بحبه فيه إنه صديق وفي وصادق دائما. هذا المركز مهم كثير، ولما بنجي عليه بنحس حالنا بأمان وبنحس حالنا عم نتعلم، وهو مهم كثير لنا المركز. Excellent محمد أنس. Clap your hands. أول شيء كنا ساكنين ببيت حي الفضيلة، صرنا نسجل بمدرسة قريبة علينا هناك في حي الفضيلة. ضلينا نحاول بس ما قبلونا. العنف اللي بواجهه مثلا وأنا جاي على المركز أو على المدرسة، في أولاد أردنيين بيضربونا، بيقولوا لنا أنت سوري، بيقولوا بيصيروا يضربونا هيك بدون سبب. أنا هون باجي على المركز المهارات الحياتية، في أصحابي كمان أردنيون اللي بيضربني كمان بيدافعوا عني، ونلعب معهم. أنا دائما امبارح لعبنا معهم طابة في الساحة، وبنروح معهم كمان نطلع مشاوير مع أصحابنا. أنا كمان بحب الأستاذ أنس الشيخ إبراهيم عشان معاملتهم كويسة معنا، بيعاملونا زي أولادهم.